السلام عليكم الإخوان. اليوم غادي نشوفوا شنو قالت أهم ما قالته الصحافة العربية على مقابلة المغرب مع دولة الكونغو. نشوفوا الفيديو ونتلاقوا في آخر الفيديو باش نناقشوا الموضوع. نموذج بتاع المغرب ده بكل تواضع، ركز معايا، بكل تواضع أرجوك روح شوفه واعمل زيه بالظبط. هتقول لي أنا التاريخ، هتقول لي أنا اللي عملت، هتقول لي أنا اللي أسست، هتقول لي أنا جيت أول واحد، هقول لك على عيني وعلى راسي مفيش خلاف. بس هم جريوا خدوا خطوات سريعة. اتضح ان انت لما بتبقى يعني مجهز نفسك كويس، وفي انسجام بينك وبين اللعيبه، وفي حب بينك وبين ك ك كلعيبه والاداره. يا اسلام التخطيط والتخبط، انت عارف انا بقول التخطيط انت بتقول التخبط، ماشي. هو ده الفرق. أيوه. هو ده الفرق. الفرق انا راجل اشتغلت في اتحاد الكوره وعارف اللي انا بقوله. فهي دي القصه اللي احنا بنتكلم فيها. كل واحد موجود في اتحاد الكوره في المسؤولين ده من زمان الزمن، عشان بس هو لغايه الكابتن حسن، عشان ما نتهمش الناس دي، عشان ما نتهمش الناس دي لوحدها من زمان الزمن. لا اللي عايز يعمل اي تطوير بيصطدم باي حد من اعضاء مجلس الاداره في اتحاد الكوره، حتى هم فيهم لعيبه كوره. يعني طول عمرها حتى هم فيهم لعيبه كوره، اول ناس تصطدم بيهم هم لعيبه. منظم سريع، حافظ بعضه، جماعيه في الاداء، الخطوط منتظمه، انتشار جيد، ضغط 10 على فرق لاعبين الكبار، في تخطيط من 10 سنين فاتوا. مصر المغرب تخلق اكثر فرص، مسجله اكثر. في اعتقادي كون المغرب شلقى روحه عنده الاسبقيه في الناحيه هذه، مهاريا عاليين جدا وبيلعبوا الكوره من لمسه واحده بشكل كويس جدا. عنده تنويع في الاداء، يعني بيشتغل من ناحيه اليمين، بيشتغل من ناحيه الشمال، تبص تلاقي في تنويع وفي عرضيات من الجناب او تسديد من خارج المرمى او تحركات جوه الصندوق بلعيب واثنين وثلاثه لما بيخشوا، زائد استغلال الكره الثابته بشكل فوق رائع. يعني عنده انت لما تيجي تلعب فرقه وعايز تكسبها بتقول هجيب جون ايه؟ يا بكره عرضيه، يا بشوتنج، يا بضربه ثابته، يا ب1 2 من العمق. قلت لكم المنتخب المغربي اسود الاطلس هما اللي سايقين افريقيا وسايقين العرب. بغيتو كرهتو ضربوا راسكم مع الحيط، نطحوا راسكم مع الحيط، قولوا اللي بغيتو تقولوا. اسود الاطلس هما سايقين العرب وسايقين افريقيا، مشرفين افريقيا في العالم، مشرفين افريقيا في كره القدم في افريقيا، يلعبوا كره القدم تيكي تاكا، مدرب ما شاء الله ذكي. سير يا ودي سير 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 سير، واحد زوج ثلاثه. ولد عمي ما شاء الله ما شاء الله، قولوا والله احد. شوف قولوا ما شاء الله، قولوا ما شاء الله في الكومنتات، قولوا غير ما شاء الله، ما تكومونتري ما والو، قولوا غير ما شاء الله ما شاء الله، وقولوا والله احد. منتخب مرعي ما شاء الله ما شاء الله وما شاء الله. ودخلوا بريمير ميط. الحارس بونو انا ما شفتوش كاع. بونو واش كان تما ولا فين كان في السعوديه يمكن مريح. ما شفناش بونو ما بانش. بونو كره ومشى جاب قهوه وقعد بقى مريح مع الجمهور وخلى الدعوه خاويه اللور. ما من غادي ما شاء الله لاطاك يا دقيقة 80 وما شاء الله 7 ولا 8 تلقاهم في الهجوم. ميليو تيران، أروع ميليو تيران، وناحية هذاك وناحية برشلونة ولا ريال مدريد خليونا والله العلي العظيم شي مرة نبقى نهبل. وناحية هذاك ماشي ديال الفرق هنا ولا ديال، وناحية هذاك راه ما لعب. شوف تريون كانت، وناحي حكيمي زعما تسرعت المنظومة وكوماسا تسرع راق، وناحي كاع هذا صغار والله لا صغار ويلعبوا الكره ويفرجوك. حكيمي من هي حكيمي دقيقه 95 ومازال طاير ما شاء الله عليه. صحيح ما غادي نهضر مع خروط اللي غادي يقول لك حنا كنا من هي ودوزيام ميطو طحنا والحكام ومؤامره وكلاسه فيها. ما تهضروش على ما كره القدم بعيده عليكم. الناس كره القدم تقراها تدرسها، يدرسوا عليها، الركراك يخدم عليها، ستاف تكنيك. لعابه لاعبين ومقصرين طرطروا علينا هنا. الكره عندكم تقول لنا تجي تهبلوني انا في البلاطو يا طاقه وجا قجع حذايا ولا قجع راه يخدم، راه يخدم ويجيب لك لعابه ممتازين، والمنتخب ديالو غادي ما شاء الله والدنيا والافراح، وانت حظيه انت عندك لاعب عنده 37 عام مازال يلعب معك في كاس افريقيا. سليماني 36 عام، بونجا كاع هذوك شرفوا، محرز راقد رافد روح قود. ما فهمتش انا اقسم لكم بالله. يجيو بلاطويات حنا حقرونا دارونا الملعب، ارضيات الملعب، الجو ما والو. دخلوا ما شاء الله عليهم، برافو عليهم، تيكي طاكا ضغطوا على هذوك رماوهم ليه. دوزيام ما تبقاو غاديين معاهم
ما طاحوا بدنيا، ما شفناش انا حتى شي لاعب طاح بدنيا ما شاء الله عليه، كل شيء واقف. المدرب يعرف الاوقات فوقاش خرج اللعابه وفوقاش يدخل، وغادي منها وهي مسكينه غير تجري ما صابتش كاع كي دير، هو غير واقف لانه عنده لعابه، عنده منتكل على حيوط اللور. انا هذو اللي عندنا حنا الخروط، وحنا حنا مازال عايشين في 2018 2024 2000 و اللور، نوليو اللور حنا من الناس اللي قدام، حنا نوليو اللور. السيد 11 لاعب من الدوم فينال حطهم جاب 11 اخرين، ومع ذلك بقات هي 4-1 ويلعب لك تريونغ من هيه ويلعب لك تريونغ من هيه، افون سونتر الميليو تيرا مطرطق والدفاع مطرطق وغادي، وانت قاعد لي في في البلاطو لقجع كولاسه مؤامره حيوط بيض الثلج دارونا حقرونا دو ما شاء الله حكيمي صاروخ مني. حنا عندنا الخرطي اللور مبلوكين، ما عندكمش، ما تقدروش تجريو، مبلوكين بلوزين، ما عندكمش، ما كانش في راسكم، ما كانش واقف. هذاك الراس هذا مبلع مبلوكي، هذا هنا مبلوكي. يلا شفت كيفاش واش هما ما شاء الله ما شاء الله، قولوا ما شاء الله فيكم، ما تكتب لي والو فيكم، ما شاء الله، قل هو الله احد صافي. هذاك الشيء اللي بغينا حنا، الحمد لله. نمشيو قال لك حبه حبه، ماتش بماتش، الناس راه غاديه لقدام وانتم وليو اللور. هذا هو. ما شاء الله تبارك الرحمن، غاديين اعصر لي ما اعصر لي، وحبه حبه، طاف 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 الشبكه، طاف 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 الشبكه، ما شاء الله اللعابه شو غير وتكنيكمو ما يضرب معاه هذاك اوناحي، ذاك اوناحي ما شاء الله لاعب عالمي هذا، والله الا ذاك اوناحي لا ما شاء الله عليه، يلعب معاهم بالعقل وبالذكاء، ومجارهم ويدي فيهم ويرد. الزلزولي كذلك، قلت لكم انا الاسود الاطلس هي اللي تجر العرب. المغاربه هما اللي داخلين وانتم متابعينهم، لان انتم ما كان والو، ما نشرفوش، ما عندناش، ما كانش لا غالب. هذا ما طحنا طرحه المغرب وصافي، احنا ما طحنا طرحه، الناس غادي. عدنا من جديد. كما شفنا بأن الصحافة العربية تقريبا كلهم أشادوا بالمقابلة التي دارها المنتخب المغربي وبنقط القوة ديالو، وأشادوا بأن 16 بأن هذا المجهود الرائع اللي المنتخب كسب به 16 مقابلة فهو مجهود وعطاء رائع، ونتمنوا المزيد من الفوز للمنتخب المغربي، نتمنوا ليه المزيد من العطاء. ما تنساوش ديروا ابوني وسبسكرايب، وموعدنا في فيديو لاحق. عودنا من جديد، وكما شفتوا معنا بان اهم معطيات الصحافه العربيه بالمجهود عدنا من جديد، وكما شفنا بان السعاده عارمه في جميع الصحافه العربيه بالفوز ديال المنتخب ديالنا المنتخب المغربي، والتاهل ديالو اللي ديجا هو تاهل لكأس العالم، ولكن بالفوز ديالو بهذه المقابله 16 اللي فاز فيها، لان هذا انجاز عظيم، ونتمنوا للمنتخب مزيد من التألق، وان شاء الله موعدنا في كأس الكاف ان شاء الله الكأس الافريقي، واللي نتمنوا المنتخب المغربي يديها. عودنا من جديد. كما شفنا بان الصحافه العربيه تقريبا كلهم فرحانين وبالفوز ديال منتخب اسود الاطلس. عودنا من جديد، وكما شفنا بان الصحافه العربيه كلهم فرحانين بالفوز ديال المنتخب المغربي والتاهل ديالو لكأس العالم، وهو اللي ديجا كان مؤهل وفايز، ولكن هذه المقابله رقم 16 اللي ربحها فهو انجاز عظيم،